الغنى الديني لما بتقعد تغني مع حد اغنيه دينيه مش في مناسبه، بتلاقي الفيدباك او رد الفعل اللي ممكن تلاقيه لو قاعد تغني مع حد اغنيه وطنيه او اغنيه عاطفيه، او قاعد في حفله فيها اطفال او فيها اسر وبتغني اغنيه للاطفال اكتر. ليه؟ عشان بيمس الوجدان يعني اكتر شويه. الحاله اللي انا عملتها وهقول لك الحدوته بتاعتها جت منين بالظبط. احنا زي ما اتكلمنا، انا غنيت الاول في الليالي المحمديه اللي عملها الاستاذ علي عيسى في الاذاعه المصريه الحقيقه. واستمرت الاغاني الدينيه مع كل الكبار الملحنين، لكن لما دعيت لمهرجان الموسيقى الروحيه في المغرب، وده مهرجان الحقيقه بحييه من عندك هنا، مهرجان ارسى قواعده الراحل الملك الحسن رحمه الله، واتحط على الخريطه الدوليه للمهرجانات، ورواده جمهور من كل انحاء الدنيا، وايضا الفنانين المشاركين فيه مختلف الديانات والمذاهب الثقافات والمذاهب والثقافات وكده. بيتعمل في مدينه فاس، مدينه سيدي احمد البدوي في المغرب. فدعيت لهذا المهرجان، وكان نفسي في فكره اقدمها للناس مختلفه عن اللي انا غنيته قبل كده. فتجرأت وقلت انا هلحن لنفسي، فعملت روضة الهادي نبينا، يا رسول الله أجرنا، الله يا رسول الله صلوا عليه لتسعدوا، كل المجموعة دي كلها. وكان معايا فرقة محمد كرم الموسيقية، واستقبال الناس كان غير عادي، ونجاحنا كان نجاح غير عادي في هذا المهرجان. فنجحت الرؤية، وجيت هنا على دار الأوبرا كررت نفس الحكاية في ليلة راس السنة الهجرية سنة 2004. من ساعتها والأغنية الدينية معايا بتلقى رد فعل مباشر، لسبب لأن أنا مش بغني. يعني أنت النهاردة لما رديت معايا، إحنا الاتنين بنمدح رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بنذكر الله، فبتحصل حالة من الانتعاش عندك، وده السر اللي كان في غنائنا الديني وما زال. مين من الجيل اللي بيغني دلوقتي، سواء جيلك او الجيل اللي طلع بعد كده، بيغني غنى ديني يعجبك؟ لا والله كتير الحقيقه، كتير. زي كلهم بيغنوا ديني دلوقتي يعني؟ غير كلهم وكده، عايزين نفصل شويه. حضرتك انت قول لي 3 كده. ما انت تقيم او تذكر اسماء. لا بيعجبوك انت؟ نعم. يعني 3 4 بيعجبوك؟ كلهم بيعجبوني حقيقي. كلهم كل الناس؟ كلهم ولا نصهم؟ الست ام كلثوم قالت كل الناس حلوين في عينيا حلوين. فانا بقلد ست ام كلثوم. قول لي التجربه اللي بدأها سامي يوسف بالغنى شويه، الاول بالانجليزيه يعني، ثم بعض الكلام الانجليزي مع بعض الكلام العربي، وبعدين بالعربي. اثرت شويه او رجعت شويه الى الوجدان الاغاني الدينيه اللي كانت اختفت شويه او طورت؟ هي تجربة كويسة، بس هي في نطاقها وتخص شريحة معينة. يعني هو الغناء باللغة الإنجليزية مع العربية محتاج لحد يعني معين انجليزي بالظبط كده. يعني هوز ده غفار مثلا، فلازم يبقى عارف المفردات الإنجليزية اللي هتتقال، وده برضو شيء محمود لسامي يوسف ان هو يعمل هذا اللون، وبيغطي شريحة معينة، ومن الحاجات الجميلة اللي اتعملت يعني. لكن احنا غنائنا الديني بيعتمد على مخاطبة ناسنا وشرايحنا وأذواقهم وهواهم وحاجات في مكنون داخلي كده، انت لما تلمسه بتحس بالبهجة والسعادة، زي ما حصل في الحفلة الأخرانية وزي ما بيحصل معايا في حفلاتي في الأوبرا. هل في حد دلوقتي يقدر ينظر مثلا في أشعار ابن الفارض أو البوصيري طبعا أو الشريف الراضي عشان يطلع منها كلمات أو طبعا أبيات يلحنها؟ طبعا. فين طبعا ده بس؟ يعني الكلام ده غنيناه من زمان مع الأستاذ أحمد صدقي. من زمان. أنا بتكلم على الوقت وبنغني دلوقتي برضو الشعراء، الشيخ عباس الديب والشيخ صالح الجعفري وشعراء كتير جدا. كم حد ممكن يعمل كده؟ أصل زمان كان ده موجود، لأنه ده بالنسبة للغنى الديني. ممكن للغنى
العاطفي مثلا. شوف ام كلثوم كانت بتعمل ايه، او شوف يعني جيل ام كلثوم واللي كان حواليها كان ممكن يعمل ايه، حتى الاجيال اللي بعد كده، حتى عبد الحليم حافظ. هل احنا في زمن دلوقتي ممكن حد يلجأ الى التراث وياخد منه عشان يغذي الحاضر فنا يعني؟ العبد لله اللي قاعد قدامك ده عمل كده، لجأت للتراث وللحاجات الجواهر اللي عندنا وتعاملت معاها ووصلت للناس. غنيت صلوا عليه لتسعدوا إن المحبة أحمد، صلوا عليه لتزهدوا في كل ما لا يحمد، صلوا عليه لتشهدوا أن المحبة أحمد.